قانون المرور بيقول إن قيادة مركبة، ومركبة هنا يعني سيارة أو موتوسيكل أو أي حاجة ليها لوحتين، بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز، يعني أنت معاك رخصة خاصة وبتسوق عربية أجرة، أو معاك رخصة تالتة وبتسوق بيها أتوبيس، أو برخصة قيادة منتهية، أو برخصة قيادة مسحوبة والوصل منتهي، أو برخصة قيادة موقوفة، أو برخصة قيادة ملغية. بيقول إن دي مخالفة وعقوبتها الحبس الذي لا تزيد مدته عن 6 شهور، والغرامة من 1000 جنيه ل2000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، يعني ممكن يكتفي بعقوبة واحدة. لكن في حالة العود فهنا العقوبة بتتضاعف. لكن خلينا متفقين إن على أرض الواقع لو أنت ماشي بدون رخصة قيادة والضابط سحب منك رخصة العربية أو رخصة الموتوسيكل بتاعك، فهتكون المخالفة 1000 جنيه وهتدفع، ومش هيقدر وكيل النيابة إن هو ينزلها لك عن ال1000 جنيه، لأن ده الحد الأدنى للعقوبة. فما تمشيش تاني من غير رخصة أو برخصة منتهية. وسلام.